انا النهارده مش جاي اكلمكم عن الكاميرات 360 والشاشات والكراسي المساج والكلام ده، جاي اكلمكم عن السواقه فقط. لان السكودا كاروك هي واحده من امتع العربيات الاس يو في كتجربه سواقه لحد ال 2 مليون جنيه. فتعالى اقول لك ليه. العفشه ثم العفشه ثم العفشه، التوليفه اللي انا بدور عليها بقالي كتير، ناعمه وبتمتص المطبات بشكل سلس ومريح، مش بتحس باي حاجه، وفي نفس الوقت ده مش جاي على حساب الثبات. العربيه ثابته لحد سرعات عاليه عادي جدا، وحتى على الملفات العربيه ماسكه نفسها جدا. اكيد مش زي السيدان زي اختها الاوكتافيا مثلا، لكن برضه في عالم الاس يو في تعتبر كويس، بالذات ان هي مش اس يو في عملاقه، وانت سايقها بتحس انك سايق هاتشباك مرفوع عن الارض. الفرامل زي ما الكتاب بيقول، ودي حاجه معروفه من عربيات سكودا واي عربيه عامه من مجموعه في دبليو. الموتور اللي انتوا زهقتوا منه ال 1400 سي سي التربو اللي بيطلع 150 حصان و250 تورك، فهي ممكن تكون مش الاسرع كتسارع الفئه بتاعتها، بس مش هتلاقي فتيس بسلاسه الايس اللي 8 نقلات. هو فعلا مش بسرعه الدور كلتش بتاع مجموعه في دبليو، بس الفرق بسيط جدا، وفي المقابل اعتمادي اكتر وموفر اكتر في البنزين، فانا بصراحه هختاره هو. واخيرا عزل الصوت برضه مميز جدا، لحد 120 انت مش سامع حاجه، وحتى لحد ال 150 قشطه تمام. العربيه دي كتسارع في احسن، كدلع في احسن، انما كتجربه سواقه مريحه وسلسه وناعمه لحد ال 2 مليون جنيه العربيه اس يو في مش هتلاقي احسن منها. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيف. احنا هنا اتكلمنا عن الاداء بس، لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن العربيه فاتفرج على الفيديو اللي نزلته من كام يوم فيه كل التفاصيل.